مراسلون. موضوع حلقة اليوم السياحة الجنسية في المغرب. التصريحات التي أدلى بها لوك ثيري وزير التربية الفرنسي الأسبق بخصوص تورط وزير فرنسي سابق في استغلال جنسي لأطفال قاصرين في مدينة مراكش المغربية، تصريحات أثارت جدلا كبيرا في فرنسا وفي المغرب. من أجل كشف خبايا هذه الظاهرة التي يعرفها المغرب، كريم حقيقي وعزيزة نايت سيبه الموجودة معي في الاستوديو انتقل على عين المكان وعاد لنا بهذا التحقيق. يستقطب المغرب قرابة 8 ملايين سائح كل سنة، قطاع يعتبر من أهم ركائز الاقتصاد المغربي، فالسياحة تدر على البلاد مليارات الدولارات. هذا وتعتبر مراكش القلب النابض للمغرب السياحي. المدينة أصبحت قبلة للسائحين المغاربة والأجانب الذين يتوافدون عليها كل سنة للاستجمام والتسوق من السلع التقليدية أو الاستمتاع بمناخها الخاص، ولا سيما ساحة جامع الفنا التي تعتبر فضاء للترفيه للكبار والصغار. لكن بعد إسدال الليل لستاره نكتشف نوعا آخر من السياحة في قلب المدينة الحمراء. لتقصي تفاصيل هذا الواقع اخترنا التصوير بكاميرا خفية، وسرعان ما اقترب منا هذا الشخص. أهلا بك صديقي، عما تبحث؟ أتريد ممارسة الجنس؟ لدي ما تبحث عنه، يمكن شراء كل شيء هنا. لدي أطفال كذلك، أقدم لك ما لدي، تتفحص وتختار ما تريد، والثمن معقول، 300 درهم فقط. يختفي الرجل لبضعة دقائق ويعود ومعه مراهق لم يتعدى عمره 17 سنة. خجول وخائف يقترح علينا هذا الأخير 300 درهم لقضاء الليلة. يعمل ما لا يقل عن 150 شرطيا في فرقة الشرطة السياحية في جامع الفنا، و16 كاميرا تراقب الساحة. ورغم ذلك لا أحد يأبه لهذا السائح الأجنبي وهو يفاوض الطفل الذي يركب الدراجة على بعد أمتار قليلة من مخفر الشرطة. مشهد اعتاده المارة في مراكش وإن كان يثير حفيظته. التقينا بأحد هؤلاء الأطفال الذين دمرت السياحة الجنسية حياتهم إلى الأبد. سمير بدأ ممارسة الدعارة في سن 12 على يد وسيط مغربي تعرف عليه في قاعة ألعاب. بعد 4 سنوات اكتشف سمير أنه مصاب بمرض الإيدز. كنبان نتفلع في البيار داك التخربيق كنت باقي صغير، جا هو يدخل يجي واحد قال لي يلاه ما عنده واحد الكاوري ما عرفو، مشيت معاه دخلت انا وياه داك الكاوري عطانا واحد البركه ولينا غادي نمشي غادي نلاغ لا كنحارف حتى وليت مشيت في هذيك الطريق وراه نصرات فيهم غير المرض تيمرضوك عقليا وجسديا ما تيخليولكش ديك شي يقولوا ما كاع ديك لا فرنسا باش تهضر وباش تقاوم ولا شي لعبه فهمتيني. الا بقيت على داك الشيء غتمرض مرض ضروري منه. الأطفال الذين يدخلون هذا الجحيم يتحولون إلى ضحايا أشخاص يستغلون بؤسهم، وعائلات لا تتردد في الزج بأبنائها إلى الشارع للحصول على دخل إضافي مهما كان مصدره. تيجي تيقلب هو عنده الفلوس فهمتيني، هو عنده الفلوس الفو تيقادر اللي ما عندوش بزاف د الحوايج تيطمعوه ب2 ريالات ولا شي لعبه وتيمشي معاه تيجي اللي بغا. عائلاتهم ما تيسوقش لهم، عائلاتهم هو براسو تيقول له سير خرج دبر ليا، مو تقول له خرج جيب لا ما جبتيش ما تبات، سير خرج لا ما جبتيش ما تباتش. منين فين بيمشي هاد الدري هذا غادي يصور 100 درهم 4000 غادي يصورها خاصو يجيبها لدارو. داك الدري تيخرج تيلتاج لاي حاجه تيهز كلينيكس يهز الورد فهمتي بان لي نصراني يمشي معاه عادي. قريبا من ساحة جامع الفنا يوجد مكتب الأستاذ مصطفى الراشدي، المستشار القانوني ومحامي جمعية مدقش ولدي التي تهتم بأكثر من 200 حالة استغلال جنسي بحق القاصرين. بالنسبة له تسامح القضاء المغربي مع الجنات الأجانب يعتبر من بين الأسباب الأساسية التي سمحت بتفشي ظاهرة السياحة الجنسية. من بعد تسونامي اختار السياح الذين كانوا يذهبون إلى شرق آسيا أن يأتوا إلى المغرب لاعتبارات متعددة، ضمنها القرب الجغرافي، ضمنها الفقر وسهولة زعما صيد مثل هذه الغنائم الصغيرة، وضمنها كذلك العقوبات المخففة وصمت القانون بعض الأحيان. هناك سياحة
هناك واقع الناس تجي لمراكش لو طوني في الوقت اللي كان خصنا نبيعوا منتوج نبيعوا هويتنا، الوقت اللي خصنا نعزوا هذا الموقع الثقافي، نهتموا بمآثرنا، نهتموا بالفن اللي ننتجوه، ما طلعتوا والو، طلعتوا الشمس وطلعتوا الاطفال وطلعتوا عباد الله وصافي. القانون الجنائي المغربي لا يدين بوضوح أن السياحة الجنسية والعديد من فصوله تبقى مبهمة فيما يخص الاستغلال الجنسي للقاصرين، الشيء الذي يعقد عمل الجمعيات التي تريد الدفاع عن الضحايا. ما عندناش قانون تذكر مثلا عن البيدوفيليا يسمي هذه الاشياء، ما عندناش القانون لا زال يتذاكر ولا يناقش هتك العارض او غير هذه من الاسامي اللي عندها حمولات وحده اخرى، ما تذكرش على السياحه الجنسيه. ينشط العديد من الشباب كمتطوعين في جمعية ما تقش ولدي. اجتماعاتهم مع المستشار القانوني مناسبة للتأكيد على أهمية مواصلة التعبئة في الميدان. كان كل يوم كيكون اغتصاب، كل يوم كيكون اعتداء، كل يوم كيكون يعني احتقار الطفولة، احتقار الأمان. أكيد باقي خصنا ندافعوا ونكافحوا ونجاهدوا. عبد الرحيم الناجي هو منسق الجمعية على مستوى مدينة مراكش، وهو يرى أن مسؤولية حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي لا يمكن أن يتحملها المجتمع المدني لوحده. عبد الرحيم يدين صمت السلطات والمجتمع. السلطات لازم أنها تقوم بالعمل ديالها، والعمل ديالها هو المراقبة ديال الناس اللي كيجيو. هاد السياحة اللي جاية وكدير ما بغات راه ما يمكنش، حنا بلادنا ماشي واحد المكان اللي جاي يدير فيه اللي بغا. عاد كيجي الدور ديال المجتمع. من قبل كان صعيب ان لي فامي ان الاسر يتكلموا على شي حاجه سميتها الاستغلال الجنسي، صعيب ان لي فامي يمشيو ويدعيو هذاك المعتدي، صعيب ان المجتمع بعدا يتقبل باللي كاينه شي حاجه سميتها الاعتداءات الجنسيه على الاطفال. هذا المجتمع الذي يهمش الأطفال الضحايا وكأنهم مسؤولون عن واقع أصبح وصمة عار على جبينهم. عزيز ضحية من ضحايا السياحة الجنسية، وهو يعاني اليوم من نظرة المجتمع إليه. حياتي ما بقاش حملت الشوه، ما بقاش حملت نتشوه، هذه هي الحياة اللي بغيت انايا. قعد موبيل ببالي، بارك الله يجعل البركة ديك الشوه اللي دوزنا. ندمت انا بزاف، ما بغيتش انا بنادم كاع عاد اخويا الطريات ولا شي حاجه وقع لي نفس المشكل. ما كرهتش كاع نديرو شي حد لهاد الشيء هذا. الصويرة تعد واحدة من بين أشهر المدن السياحية في المغرب، إلا أن السياحة الجنسية لم تتفشى هنا كما في مراكش، ربما بفضل عمل الجمعيات التي تركز في هذه المنطقة على حملات التوعية. جمعية بيتي تهتم بالأطفال المشردين وتحاول إخراجهم من الشارع لحمايتهم. خالد بخير، لاباس عليك؟ شو بخير؟ الله يبارك فيك، الحمد لله. انت صافي؟ تجي اليوم مع 4 صافي، وديك الساعه نشوفوا هذه القضيه اللي قلت. والله حسن نشوفوا. يلا خالد الله يعاونك، بارك الله عليك، السلام عليكم. الله يبارك فيك، السلام عليكم. كاين واحد المجموعه ديال الاطفال الجدد اللي عاد كيجيو للمدينه ديال الصويره، بالاضافه للاطفال اللي ديجا كيعيشوا على مستوى الشارع. اذا لابد من اننا نديروا هذه العمليه، هذه الدوره هذه. اهلا بخير. هاد خويا صافي حيدر. لابد من اننا نديروا هذه الجوله هذه، يعني من اجل معرفه كيف قلت الاطفال اللي عاد كيلتحقوا بالشارع، وايضا الاطفال اللي كاينين اصلا في الشارع. نشاط كل أعضاء جمعية بيتي في الميدان مهم للغاية، فحماية كل طفل يجد نفسه في الشارع تحد كبير. السلطات المغربية تعترف بنفسها بمواجهة صعوبات في حماية الأطفال ورصد الجنات في قضايا الاستغلال الجنسي للقاصرين. في غياب والي المدينة، رئيس قسم العمل الاجتماعي بولاية مراكش يؤكد لنا ذلك. كيخص تعديل ديال القوانين الزجرية اللي الهاجس ديالنا الكبير وهو أنه نوصلوا لواحد الجهاز ديال الرصد وديال المراقبة وديال الوقاية في جميع المناطق اللي فيها ان ريسك، هي مناطق اللي يتم دراستها والتدرس ديالها والتداول ديالها في هذه اللجان، ويتم إخبار السلطات الأمنية المعنية. نعود إلى مراكش، حي جيليز أحد أرقى أحياء المدينة، حيث المحلات التجارية وأماكن الترفيه.
هنا يلتقي محبو مراكش العصرية بين مغربي وأجنبي، لكن الحي يرتدي حلة أخرى بعد هبوط العتمة، وقد اخترنا مرة أخرى كاميرا خفية لنقل ملامح هذا الحي الليلية. هنا اكتشفنا عدة أشخاص يمارسون الدعارة مع الأجانب، أطفال، نساء ورجال، سواء على أرصفة الشوارع أو داخل الفنادق الفخمة. واقع يعيشه هذا الشاب الذي يتوجه نحونا معتقدا أننا من السياح الذين يبحثون عن الجنس، وهو يقول إنه يعمل مع السياح. أنا لا أعمل حاليا. ما هو عملك؟ أعمل مع السياح هكذا. أنت مرشد سياحي إذن؟ أعرف السياح لكنني لست مرشدا. ماذا تعني بذلك؟ لدي صديق فرنسي يأتي إلى مراكش ويسكن قريبا من هنا، أنا أسكن معه، هو صديقي. القاسم المشترك بين كل الشهادات التي جمعناها هو الصعوبات التي تواجهها الضحايا للاندماج في المجتمع بعد اتخاذ قرار وقف ممارسة الدعارة، وكأن العالم قد تخلى عنها. ما كاين اللي زاد والو، ما كاينش. كاين اللي يعاونك في الخدمة وما كاين والو. لا الخدمة بنادم تيبقى تلتجئ ليها هي يخرج شفار ولا يخرج يبيع الحشيش ولا يمشي مع النصارى بحال هكا. بنادم اللي محتاج، اللي تيكون محتاج راه مشكلة. خاص بنادم يدبر على خدمة ولا شي حاجة، واخا ما كايناش خدمة يقلب ويجي وراه غادي يسر الله إن شاء الله. يرجع اسم جامع الفنا لتاريخ الساحة التي كانت مكان عرض رؤوس المعدومين. بعد 10 قرون لا زالت طفولة الآلاف تغتال هنا كل يوم في صمت رهيب. أهلا بكم من جديد، وأرحب بالزميلة عزيزة ناية تسيبها التي شاركت في إنجاز التحقيق الذي شاهدناه. عزيزة، بعد قيامكم بالتحقيق ما الذي سمح برأيك في تفشي ظاهرة السياحة الجنسية في المغرب؟ أهلا هادي، يمكن أن نقول أن هناك العديد من الأسباب التي رأيناها عندما قمنا بتقصي الحقائق بمراكش وبالصويرة، بالإضافة إلى ذلك وكذلك حقائق نجدها في كل التقارير التي قدمتها منظمات غير حكومية دولية مثل اليونيسيف أو وطنية بالمغرب. هناك الفقر على رأس كل هذه الأسباب، الفقر الذي يدفع بالأطفال إلى الدعارة مع السياح مثلا، والذي يدفع كذلك العائلات إلى أن تغض النظر على ما يحدث وتقبل بهذا الدخل الكبير والمهم يوميا عوض أن تقوم بالتنديد به، وكذلك رفع دعوة على الجنات. رفع الدعوة هناك كذلك مشكلة المجتمع، مجتمع محافظ، رأينا ذلك في السويرة مثلا كما نرى في روبورتاج. هذه العائلات المحافظة تفضل عندما تعرف مثلا ما يقوم به أطفالها أن لا ترفع الدعوة لتفادي الفضيحة في الحي أو في المدينة إلى غير ذلك، وبالإضافة إلى أهم الأسباب وهو توافد هؤلاء السياح على المغرب لقضاء حاجاتهم هناك، بعد أن كما يشرح لنا المحامي في الروبورتاج بعد التسونامي الذي جعل هذه السياحة الجنسية تتحول من شرق آسيا إلى شمال أفريقيا. لكن بالنسبة للقضاء المغربي هل هو متسامح مع الجنات؟ هذا ما يقوله العديد من أعضاء المجتمع المدني في المغرب، وخير دليل على ذلك أنه تم إيقاف فرنسي عام 2005 اسمه إيرفي، كان يقوم بتصوير أفلام بورنوغرافية مع قاصرين في المغرب. تم الحكم عليه ب4 سنوات سجن، ثم تم تخفيفها إلى 2 في الاستئناف، ثم خرج بعد سنة بفضل عفو. لكن الغريب في الأمر هو أن هذا الرجل عاد إلى مراكش، وتعرفنا على قاصرين لا زالوا يتعاملون معه اليوم، وعاد ليقوم بنشاطه. كذلك اتصلت بمنذ أيام قليلة رئيسة جمعية مدقش ولدي التي نجاة أنور، التي أعلنت أن هناك فرنسي آخر كان صاحب مدرسة ابتدائية في الرباط في العاصمة، تم إلقاء القبض عليه في قضية اغتصاب قاصرين، حكم عليه ب10 سنوات، تم تخفيفها وخرج بعد ما لا يقل عن 5 سنوات، بقي في المدينة ثم عاد ليلقى القبض عليه بعد ذلك، حكم عليه ب2 سنين فقط، والآن
كذلك هناك قضية ثالثة، إذا هناك إعادة هذه الجريمة، ولم يحكم عليه في المحكمة الابتدائية إلا ب2 والجمعية تقوم اليوم باستئناف الحكم حتى يتم الحكم عليه بأكثر، حتى أنه يطالب بإعادة التصريح إليه حتى يفتح مدرسته مرة أخرى. صحيح عزيزة، لكن بعد